أمريكا دايما ومن بدايتها تقريبا وهي بتعاني من انتشار المخدرات، ودايما رؤساء أمريكا بيحاولوا إنهم يوقفوا تجارة المخدرات بكل الطرق الممكنة. لكن المشكلة إن غالبا المخدرات اللي بتوصل لهم أصلا بتبقى مش معمولة في أمريكا نفسها عشان يقدروا إنهم يقبضوا على الشخص أو الجماعة اللي بتصنعها، لكن غالبا بتبقى المخدرات دي جاية لهم من أماكن تانية، وخاصة المكسيك، زي ما كان بيحصل مع عصابة بابلو أسكوبار، واللي فضل لسنين هو أهم مجرم على قوائم أمريكا بالرغم من إنه أصلا مكسيكي مش أمريكي. لكن العصابة بتاعته حرفيا لو شفتها وشفت النظام بتاعها وقوتها فاستحالة تقول إنها عصابة، انت ممكن تقول إنهم دولة صغيرة جوه دولة المكسيك. لكن احنا النهاردة مش جايين نتكلم عن بابلو أسكوبار، وده لأنه محتاج حلقة كاملة نتكلم فيها براحتنا عنه. احنا النهاردة جايين نتكلم عن خليفته في الملاعب، وانا هنا بتكلم عن إليت شابو، واللي جه بعد بابلو أسكوبار وهو اللي حل مكانه بالنسبة للسلطات الأمريكية. يعني من الآخر إليت شابو هو بابلو أسكوبار 2 بالنسبة للأمريكان. والنهاردة هنشوف مغامرات إليت شابو في السجون وخططه الذكية في الهروب منها، وخصوصا لما هرب لتاني مرة من السجن. ونشوف مع بعض يا ترى هل كان مستوى ذكائه في الهروب زي مثلا ال3 اللي هربوا من سجن الكاتراز ولا لأ. صحيح انت شكلك ما تعرفش قصة الهروب من سجن الكاتراز، في حالة انك ما تعرفهاش تقدر تتفرج على الحلقة كاملة على قناتنا على اليوتيوب وبعدها ترجع تكمل الفيديو ده. وبس كده من غير مقدمات كتير خلينا نعرف قصة هروب إليت شابو من السجن. لكن في الأول قبل ما نعرف قصة هروبه احنا محتاجين نعرف مين إليت شابو ده أصلا. وملحوظة بسيطة، احنا في الفيديو ده مش هنقول قصة حياته بالكامل، لكن احنا بنقول ملخص بسيط لأهم الأحداث عشان تبقى فاهم هو اتحط في السجن ليه مش أكتر. يعني من الآخر الفيديو ده مركز على رحلة إليت شابو في السجون وهروبه وبس. المهم خلينا نكمل. القصة بتبتدي يوم 4 أبريل من سنة 1957 لما اتولد إليت شابو في ريف المكسيك. وإليت شابو ده هو اسم الشهرة بتاعه، لكن اسمه الحقيقي هو خواكين غوزمان لويرا، واتولد في عيلة ريفية فقيرة جدا، وكان عنده 4 اخوات تانيين. حياته في الأول كانت عادية ومفيش معلومات كتير عنها غير ان مثلا أبوه كان راعي وبيتاجر فيهم بجانب مزرعته، وإليت شابو واخواته أحيانا كانوا بيخرجوا يبيعوا برتقال من المزرعة بتاعت أبوهم. يعني انت لو شفته من بعيد في الفترة دي هتحس ان زيه زي أي طفل ريفي عادي جدا، وعمرك ما تتوقع انه ممكن يبقى واحد من أخطر المجرمين في التاريخ تقريبا. المهم كبر إليت شابو شوية ودخل المدرسة، لكن بعد كام سنة قليلين من دخوله للمدرسة خرج منها، وده بسبب ان 2 من اخواته ماتوا والمصاريف كترت اكتر على العيلة، وكمان بسبب ان تم ولادة طفلين كمان اصغر من إليت شابو نفسه، فكان لازم يسيب الدراسة ويبتدي يساعد في مصاريف البيت. وبما انه كان صغير بالفعل في السن في الوقت ده فابوه قرر انه يشغله معاه في المزرعة بتاعته. وهنا بقى كانت الصدمة، ابو إليت شابو كان بيزرع ايه يا ترى في مزرعته دي؟ موز ولا فراولة ولا ايه؟ في الحقيقة لا، ابو إليت شابو كان بيزرع ماريوانا وبيبيعها للتجار اللي حواليه. واللي ما يعرفش الماريوانا فهي نوع من انواع المخدرات، يعني زي الحشيش كده. طب ما معنى انه بيزرع وبيتاجر في المخدرات المفروض يكون غني، لكن في الحقيقة هو ما كانش كده، وده لانه كان مضيع فلوسه كلها على نفسه وما كانش شايل اي مسؤولية ودايما مش موجود، او حتى لو موجود فكان بيبقى مش في وعيه لانه كان مدمن كمان، يعني زي ما بيقولوا كده طباخ السم لازم يدوقه. المهم إليت شابو حس ان مفيش فايدة من ابوه، فقرر انه يوقف شغل معاه وابتدى يشتغل مع عمه عشان يوفروا فلوس للبيت. وبقت الام تعمل عيش وهو يتاجر فيه ويبيعه للناس. ومع الوقت لما كبر شوية ابتدى يشتري المحاصيل من المزارع اللي جنبهم ويتاجر فيها. لكن حتى بعد ما اشتغل مع امه الدنيا كانت صعبة عليهم وما كانش قادر انه يوفر الفلوس الكفاية ليه هو واسرته. فقرر إليت شابو وهو عنده 15 سنة بس انه يمشي على خطى ابوه، وقرر انه يبتدي في زراعة الماريوانا. وفعلا ابتدى يزرع في المزرعة عندهم ويبيع للتجار اللي جنبه، ومع الوقت ابتدى يتشهر اكتر واكتر حتى بين التجار الكبار في المجال ده، وطلع عليه ساعتها اسم إليت شابو، واللي معناه بالمناسبة الشخص قصير القامة، وده لان إليت شابو فعلا كان قصير جدا. وفي خلال سنين قليلة جدا قدر انه يشتغل مع واحد من اهم تجار المخدرات في الوقت ده، وهو هيكتور سالازار، وكان بيساعده في عمل الخطط اللي كان من خلالها بيهربوا المخدرات من المكسيك لامريكا. وفضل إليت شابو يتطور اكتر واكتر ويبقى عنده فلوس ورجالة ونفوذ لحد ما قدر يكون عصابة خاصة بيه هو شخصيا، وكان اسمها لا كارتل سينالوا، وكانت شغالة في أي حاجة حرام تقريبا، لكن أهم حاجة كانوا شغالين فيها طبعا هي المخدرات. وأكتر مكان كانوا بيودوا ليه المخدرات كانت أمريكا نفسها، وكان بيهرب تقريبا لأمريكا كل أنواع المخدرات الممكنة واللي تخطر على بالك.
وكان واخد راحته بزيادة جدا في موضوع التهريب ده، وده لأنه كان بيهرب بطريقة ذكية ومختلفة عن باقي العصابات. يعني العصابات كلها كانت بتهرب مثلا عن طريق انهم بيحطوا شوية مخدرات في طيارة رايحة لأمريكا، أو عن طريق انهم بيحطوا كميات صغيرة وسط شحنات بتتشحن بري من المكسيك لأمريكا وهكذا. لكن إل تشابو كان مختلف، لأنه كان قادر انه يحفر أنفاق تحت الأرض، والأنفاق دي بقى هي اللي كان بيهرب فيها إل تشابو المخدرات. وبالمناسبة حتى بعد ما تم القبض عليه ما كانوش عارفين يثبتوا بالأدلة ان هو اللي ورا التهريبات دي كلها، لكن كانوا عارفين ان هو اللي هرب عن طريق الشهود الكتير قوي اللي كلهم قالوا نفس الكلام، وان إل تشابو هو سبب تهريب الحاجات دي في الأنفاق لأمريكا. ولولا الشهود دول ما كانوش هيقدروا يأكدوا ان إل تشابو هو اللي ورا البضاعة دي. المهم ان مع الوقت بقى إل تشابو بقى واحد من أكبر تجار المخدرات في المكسيك كلها، ومن أكبر الموردين لأمريكا، وابتدت باقي العصابات تبقى مش طايقة إل تشابو، شايفين انه بياخد منهم الزباين. وكان في واحدة من العصابات دي القائد بتاعها كان واحد من أصدقاء بابلو اسكوبار، وكان معجب جدا باللي إل تشابو بيعمله، وكان شايف كمان انه لازم يكسبه في صفه عشان يكبر تجارته. وفعلا راح صديق بابلو اسكوبار وطلب من إل تشابو ان يحصل زي اتحاد بين العصابتين، ووقتها وافق إل تشابو لان كان بابلو اسكوبار مثله الاعلى. ومع الوقت بقوا هما الاتنين اكبر موردين مخدرات لامريكا كلها، وحرفيا المخدرات هناك بقت زي الرز في الوقت ده، وده خلى الحكومة الامريكية تتحرك بسرعة وقبضوا على شريك إل تشابو. وبقى دلوقتي إل تشابو هو المسؤول عن العصابتين، وتحت ايده اكبر كمية مخدرات في المكسيك كلها. وطبعا مع كمية الرجالة والفلوس والسلطة اللي تحت ايد إل تشابو في الوقت ده، بقى عنده اعداء كتير، والمنافسين ليه في السوق بقى مش عاجبهم اللي بيحصل ده كله، وعايزين يخلصوا منه ومن عصابته بأي طريقة. وفعلا كان في اكتر من عصابة في الوقت ده بتحاول انها تخلص من عصابة إل تشابو وتسيطر هي على التجارة الضخمة دي. لكن كان في مشكلة بتواجه اي حد بيحاول يقرب لعصابات إل تشابو، وهي إن عصابات إل تشابو عددها كبير جدا وقوتهم كبيرة، ومن الصعب جدا إن أي عصابة تانية تتعامل معاهم. والكلام ده عرفوه بعد ما حصل اشتباكات كتير جدا بين عصابة إل تشابو وبين باقي العصابات اللي كانت بتحاول إنها توقعه، وكانت كل مرة بتبقى الخسائر من جانب إل تشابو قليلة جدا وتكاد تكون لا تذكر. والخسائر الأكبر في الاشتباكات المسلحة دي كانت بتبقى واقعة على خصوم إل تشابو، وكمان على المدنيين اللي كانوا بيبقوا موجودين بالصدفة في أماكن الاشتباكات دي. ومناطق كتير في المكسيك بقت عبارة عن ساحة قتال بين عصابة إل تشابو والعصابات التانية اللي بتحاول توقعه. ففي الوقت ده وبعد ما أدركوا إن مفيش قدامهم طريقة تخليهم قادرين إن هم يخلصوا على رجالة إل تشابو، قرروا إنهم يخلصوا من إل تشابو نفسه. وكانت وجهة نظرهم هي إنهم لما يخلصوا من إل تشابو فساعتها العصابة بتاعته مهما كانت قوية مع الوقت هتتفكك، وبكده هيكون من السهل السيطرة عليها. وفعلا سنة 1993 وتحديدا يوم 24 من شهر 5 كان إل تشابو مسافر من مطار جوادالاخرا في المكسيك، وده الوقت اللي قرر فيه أعداء إل تشابو إنهم يخلصوا منه. وفي الوقت ده وإل تشابو في المطار طلع عليه 20 راجل مسلح، حاولوا انهم يخلصوا منه، لكن الحراس الشخصيين بتوع إل تشابو قدروا انهم يتصدوا للهجوم ده، وحصل اطلاق نار ومعركة عنيفة جدا بين الطرفين. لكن خسائر إل تشابو ما كانتش كبيرة، وهو نفسه ما اتصابش زي ما كانوا عايزين، وقدر كمان انه يهرب وراح في واحد من بيوت السرية واللي كان بعيد تلت ساعة بس عن المطار اللي هو كان فيه. ولكن المعركة دي راح ضحيتها ناس كتير من المدنيين اللي كانوا موجودين في المطار في نفس الوقت ده، ومن ضمن الناس اللي ماتت كان رئيس أساقفة جوادالاخرا واللي مات بسبب 14 طلقة. وطبعا بعد الهجوم اللي حصل ده الدنيا قامت في المكسيك، والقضية بقت قضية رأي عام، ومن أهم القضايا كمان في الوقت ده، لدرجة إن الرئيس المكسيكي بنفسه راح للمنطقة عشان يتابع عملية التحقيق اللي بتحصل. والموضوع كان مشتعل، وكان أحيانا بيحصل وقفات احتجاجية بسبب موت رئيس الأساقفة. وطبعا الكنيسة في الوقت ده كان مش عاجبها اللي بيحصل ده، وبتطالب برجوع حق رئيس الأساقفة ومحاسبة كل اللي كان ليه إيد في الموضوع ده. وبعد التحقيقات اتجاب اسم إل تشابو في القضية، واتعمل له رسم كروكي بيوضح شكله الحقيقي. ودي كانت أول مرة يبقى شكل إل تشابو معروف ومنتشر بين الناس، لأنه في الأول كان يعتبر بيشتغل في الخفاء ومحدش يعرف شكله إلا ناس قليلة جدا اللي هم قريبين منه تقريبا. وكمان اتحط جايزة قيمتها 5 مليون دولار لأي حد يقدر يبلغ عن إل تشابو أو عن حد من رجالة العصابات اللي كانوا موجودين في الحادثة دي. وفي الوقت ده أدرك إل تشابو إن الدنيا مقلوبة عليه، وإنه مش هينفع يظهر كتير في الفترة دي، طبعا لحد ما الدنيا تهدى وبعد كده يبقى يعمل اللي هو عايزه. وفعلا فضل مختفي شوية، بعد كده راح لشوية من رجالته المقربين في السر واداهم شوية فكة كده يمشوا بيها الدنيا في العصابة على ما هو يعرف يرجع تاني. والفكة دي كانت يدوب 200 مليون دولار، ورجالته ادوله
له جواز سفر مضروب كانوا عاملينهوله، واخد إلي تشابو جواز السفر ده وسافر لدولة تانية اسمها جواتيمالا. وكان اختيار إلي تشابو للدولة دي انها قريبة من المكسيك وفي حدود مشتركة بينهم، فوقتها هيبقى قادر انه يكون برضو قريب من المكسيك ويدير شغله. وفعلا كان عايز يقعد في فندق على الحدود بين الدولتين، ورشا واحد من المسؤولين في جواتيمالا عشان يخبي وجود إلي تشابو في الدولة. لكن المسؤول ده خد الفلوس بتاعة الرشوة من إلي تشابو واللي كانت قيمتها $1,000,000 وراح بلغ عنه السلطات المكسيكية. عشان نوصل ليوم 9 من شهر 8 سنة 1993، اليوم ده تم القبض فيه على إلي تشابو وترحيله للمكسيك، واتحكم عليه بالسجن لمدة 20 سنة و9 شهور، واتحط في سجن اسمه سجن لابالما الفيدرالي، وقضى فيه كام سنة لكن ما فضلش فيه كتير، لأن يوم 22 شهر 11 سنة 1995 تم ترحيله مرة كمان لسجن تاني اسمه سجن بوينتي جراندي في المكسيك برضه. وده كان أخطر وأشد سجون المكسيك في الوقت ده تقريبا، ما كانش فيه حد يقدر يهرب منه، ومفيش طريقة للهروب منه حرفيا، ومليان حراس 24 ساعة في كل مكان، وأبراج مراقبة وأسلاك شايكة، والدوريات بتتغير. ومش كده وبس، ده كان كمان لكل واحد من المساجين اللي في السجن ده 2 حراس واقفين معاهم 24 ساعة عشان يشرفوا عليهم ويتأكدوا إن مفيش أي حاجة غلط بتحصل. وده كان منطقي لأن السجن ده في الوقت ده كان بيتحط فيه أسوأ وأشرس المجرمين في المكسيك، من تجار المخدرات وزعماء العصابات والقتلة وغيرهم. وطبعا ما كانش فيه مكان ممكن يكون أحسن من ده لإلي تشابو، لكن في الحقيقة المكان ده كان نعمة بالنسبة له. وده لأن إلي تشابو قدر إنه يرشي كل الناس اللي في السجن تقريبا، والأوضة بتاعته كانت تعتبر كأنها بيته، بيدخل فيه الخمور وأي حاجة هو عايزها. ومش كده وبس، ده كمان كان بيجيله بعض الرجالة اللي كانوا شغالين تحت إيده عشان ياخدوا منه الأوامر ويعملوا اللي هو عايزه. وبالرغم من سجن إلي تشابو إلا إن ثروته كانت بتكبر كل يوم عن التاني، وتجارته كانت مستمرة زي ما هي ولا كأنه مسجون. وفي الوقت ده أمريكا كانت على آخرها من إلي تشابو والحكومة المكسيكية، وكانت عايزة تاخد إلي تشابو في السجون عندها عشان توقف تجارته دي، وده لأن أمريكا كانت أكبر متضرر منها. لكن المكسيك رفضت تسليمه في الوقت ده، ووقتها أمريكا قالت على الحكومة المكسيكية إنهم حاطين إيديهم في إيد إلي تشابو. وفضل الوضع كده على ما هو عليه لحد سنة 2001. طلعت أخبار عن احتمال إن يحصل تعاون بين أمريكا والمكسيك، ويتم نقل إلي تشابو وبعض المساجين التانيين لأمريكا. طبعا أول ما إلي تشابو سمع الكلام ده حس إنه داخل على فيلم رعب، وقرر وقتها إنه يهرب من السجن اللي هو فيه بأي شكل من الأشكال قبل ما يترحل لأمريكا، لأنه طبعا ساعتها مش هيقدر يعيش العيشة اللي هو عايشها دلوقتي. فرشا مأمور السجن وقال له: أنا مش عايز منك حاجة غير إن في اليوم اللي هطلبه منك تقلل عدد الحراس عشان أعرف أهرب. وكمان رشا واحد من اللي شغالين في السجن واللي كانت مهمته إنه بيعدي على كل المساجين كل يوم ومعاه عربية فيها صندوق بياخد فيها الغسيل بتاعهم. وفي يوم 19 شهر 1 سنة 2001 ابتدت الخطة، وعدى بتاع الغسيل واخد إلي تشابو في الصندوق بتاع الغسيل، وبكده خرج إلي تشابو بره الزنزانة وقدر يهرب من السجن. وفضل البحث مستمر عن إلي تشابو مش سنة ولا 2، ده تم البحث عنه لأكتر من 13 سنة. وفي خلال ال 13 سنة دول كان إلي تشابو عامل زي الزيبق، كل ما يتم الوصول لمكانه كان بيغيره على آخر لحظة، وفضل يتنقل من مكان للتاني ومحدش عارف يوصله، لدرجة إنهم كانوا عاملين جايزة $9 مليون للشخص اللي هيدل على مكانه. لكن طبعا ما كانش فيه فايدة من الكلام ده كله ومحدش قدر يلاقيه. وقتها الحكومة المكسيكية والأمريكية كانوا شغالين سوا عشان يحاولوا إنهم يلاقوه. وفعلا في سنة 2014 عرفوا يمسكوا واحد من المقربين ليه، والشخص ده كان هو المسؤول عن الجوانب التقنية للعصابة، وكان عامل لهم نظام تواصل خاص ومشفر. وبعد ما الراجل ده تعاون مع الحكومة عرفوا إنهم يتجسسوا على مكالمات العصابة، ومنها عرفوا مكان إلي تشابو. وإلي تشابو في الوقت ده كان مستخبي في واحد من البيوت السرية الخاصة بيه، وكان بيت عادي ومتواضع في الريف، يعني حرفيا ده كان آخر مكان ممكن حد يشك إن هو قاعد فيه. وقتها تم إرسال عدد كبير من القوات الخاصة الأمريكية والمكسيكية وقوات مكافحة المخدرات الأمريكية كمان للمكان اللي المفروض إلي تشابو مستخبي فيه. وزي ما قلنا إنه كان بيت عادي جدا، لكنهم لما جم يكسروا الباب الخشب عشان يقتحموا المكان اكتشفوا إن في باب مصفح معمول من طبقتين من الحديد الصلب ورا الباب الخشبي ده، وعلى كل شباك في أسوار حديدية وصعب جدا اختراقهم. فحصروا البيت ده وابتدت القوات في محاولة كسر الباب، لكن في الوقت ده إلي تشابو ورجالته كانوا نايمين جوه البيت، ولما سمعوا صوت اللي بيحصل بره ده صحيوا وابتدوا في محاولة الهروب. وفعلا لما قوات الشرطة قدرت انها تدخل المكان ما كانش فيه اي حد جوه ولا ليهم اثر. وبعد التفتيش في البيت اكتشفوا ان في الحمام في ورا المراية فتحة،
والفتحة دي تدخل حاجة صغيرة زي عصاية مثلا. وبعد ما الشرطة حاولت تكتشف ماهية الفتحة دي، اكتشفوا ان الفتحة دي عبارة عن حاجة زي زرار، والزرار ده بيفتح باب سري، والباب السري ده كان سلم تحت البانيو، والباب ده بقى كان بيودي على نفق تحت الأرض، والنفق ده بيطلع على الشارع الرئيسي. فطبعا على ما الشرطة اكتشفت كل ده وعرفوا هو بيودي على فين، كان إليت شابو ورجالته هربوا بالفعل وملهمش أي أثر. وفضلت عمليات البحث عنه مستمرة، لكن إليت شابو كان قرر إنه يروح مدينة تانية وهي مدينة مازاتلان، وكان تفكيره المرة دي إنه هيهرب في مدينة تعتبر من المدن السياحية، فهتبقى زحمة ودوشة وناس كتير، وده هيصعب مهمة الشرطة، وكمان لأنه ما عندوش مقر هناك أو بيت سري، فالأنظار مش هتبقى على المدينة دي. وفعلا راح وقعد في فندق هناك، لكن يوم 22 من نفس الشهر الشرطة راحت وقبضت عليه الصبح، وده لأنهم كانوا مراقبين كل المكالمات بتاعته، وهو وقتها ملحقش إنه يهرب. المهم إن بعد ما تم القبض عليه بقى اتحط في سجن جديد، وكان أشد سجون المكسيك في الوقت ده، وهو سجن ألتيبلانو. والسجن ده اتعمل مخصوص بعد هروب إليت شابو من سجن بوينتي جراندي المرة الأخيرة، لأن بعد ما إليت شابو هرب منه سمعته بقت زي الزفت، ومعظم اللي كان ليهم دخل في هروبه تمت محاكمتهم. وسجن ألتيبلانو ده بقى كان أشد وأخطر من أي سجن تاني، لأنه كان على مستوى تاني من الحراسة، وده لأسباب كتير. إن مثلا كل مسجون كان محطوط في أوضة حبس انفرادي على طول، وفي كاميرات كمان في الحبس، وفي رجل كل مسجون بيكون محطوط صور إلكتروني بيحدد مكانه دايما. والحراس كلهم كان تم اختيارهم على الفراز عشان يمنعوا إن أي حد منهم ممكن يكون ما عندوش ضمير أو ياخد رشاوي. ده غير مكان السجن نفسه اللي كان بعيد عن أي برج إشارة، فبالتالي مفيش أي اتصال ممكن يحصل من شخص جوه السجن بالعالم الخارجي. وفوق كل ده بقى زيارات المساجين عددها محدود جدا ومن أشخاص محددة، وقبل ما يدخلوا بيتم تفتيشهم بدقة شديدة، والمقابلة كانت بتتم من ورا عازل زجاجي. فمن الآخر ما كانش فيه أي طريقة لإليت شابو إنه يتواصل مع رجالته، والشخصين اللي كان مسموح ليهم بزيارة إليت شابو كانوا مراته والمحامي بتاعه وبس. لكن إليت شابو كان بيدي رسائل مشفرة لمراته، وهي كانت بتنقل الرسائل دي للرجالة بتاعته اللي بيديروا شغل العصابة. وبالمناسبة شغله كان مستمر زي ما هو، وكان بيورد لأمريكا والدنيا زي الفل. ومع ذلك برضو إليت شابو كان عايز يهرب، فقرر يستعين بدراعه اليمين في الوقت ده، وهو داماسو لوبيز، وده اللي كان شغال رئيس سجن بوينتي جراندي، واللي ساعتها إليت شابو رشاه علشان يقلل عدد الحراس. بس بعد التحقيقات ولما عرفوا ان ليه دخل بهروب إليت شابو تم طرده، فبقى شغال مع إليت شابو. المهم ان إليت شابو كان طلب من داماسو انه يشوف طريقة يهربوا بيها من السجن. كان مختار داماسو بالتحديد لانه خبرة بقى في إدارة السجون وكده، وبالتالي فأكيد هيلاقي حل بأسرع وقت ممكن قبل ما أمريكا تطلب انه يترحل للسجون الأمريكية. المهم قعد داماسو يفكر في الموضوع ده لحد ما جات له فكرة، وهي انه يهرب إليت شابو عن طريق نفق زي نفق نقل المخدرات اللي بيستخدموه. وقرروا حفر النفق ده تحت الأرض لحد ما يوصلوا للزنزانة بتاعت إليت شابو اللي بيبقى مقضي فيها 23 ساعة من وقته. لكن برضو في مشكلة بالنسبة لهم، وهي ان الزنزانة فيها كاميرات، لكن الكاميرات دي كان فيها مكان وحيد بس ما تقدرش تجيبه في الزنزانة، وهو مكان الاستحمام. وده لان في جدار صغير بيخلي الكاميرا تجيب النص اللي فوق بس للشخص، لكن النص التحتاني بيكون مختفي بشكل كامل. فقرروا ان فتحة النفق تبقى في المكان ده بالظبط، وابتدوا في التجهيز للخطة. اشتروا قطعة أرض قريبة من السجن، والقطعة دي عملوا فيها مبنى صغير عشان يغطي على أعمال بناء النفق، وعملوا النفق عمقه 10 متر تحت الأرض، وكان مدعم بشكل كويس من كل حتة بالألواح الخشبية. وكمان لأن النفق طويل جدا فتم عمل منظومة تهوية كويسة عشان تدخل الأكسجين لجوه، وكمان عملوا نظام إضاءة. وفوق كل ده كانوا عاملين حاجة شبه السكة الحديد على الضيق زي اللي موجودة في المناجم، والسكة الحديد دي هيكون فيها عربية متوصلة بموتوسيكل، وده طبعا عشان يخرجوا من النفق ده بسرعة. لكن كان فاضل مشكلة واحدة صغيرة، وهي فتحة النفق اللي هيدخل منها إليت شابو هتكون فين بالظبط، وده لأنهم مش عارفين مكان غرفته فين أصلا. الشغل على النفق ده كان شغال 24 ساعة، وكان فيه 15 واحد بيحفروا مع بعض. المهم بقى إنهم عرفوا كمان يحلوا مشكلة مكان إليت شابو عن طريق إنهم زرعوا جهاز GPS في الساعة بتاعت مراته، لأن الساعة دي كانت الحاجة الوحيدة اللي مش بتتاخد منها وهي داخلة في الزيارة. والجهاز ده قدروا إنهم يسربوه لإليت شابو جوه، وبكده بقوا عارفين مكانه فين بالظبط. وطلب إليت شابو من رجالته إنه يهرب من السجن يوم 4 يوليو سنة 2015، لأن اليوم ده موافق عيد الاستقلال الأمريكي، وبكده هيضايق الأمريكان. لكن الخطة ما مشتش زي ما هو كان عايز بسبب إن الحفر كان لسه مخلصش. وأخيرا وبعد 16 شهر من الحفر
جه ميعاد تنفيذ العملية، وهو يوم 11 يوليو سنة 2015. وفي اليوم ده كان من الواضح على إليت شابو إنه في حاجة مش مظبوطة، وكان عمال رايح جاي في الأوضة، وكان معاه تابلت في الأوضة بتاعته شغله على أعلى صوت عشان الكاميرات ما تلقطش صوت التكسير والحفر. وفجأة لبس إليت شابو جزمته وقام واختفى وما بقاش باين في الكاميرات. وعلى ما مراقبين الكاميرات اكتشفوا الموضوع ده كان عدى 40 دقيقة، وعلى ما راحوا للغرفة كان عدى وقت أطول طبعا. وهو في الوقت ده كان هرب بالفعل مع رجالته، وركب طيارة خاصة وراح للمقر الأساسي بتاعه اللي كان يعتبر قصر، وفضل هناك مستخبي شوية، وبعدها رجع تاني يكمل شغله، وفضل تقريبا 6 شهور شغال، لحد ما بعد فترة كان في بيت معين بيروحوا كتير هو ورجالته، والجيران بلغوا الشرطة إن البيت ده بيروحوا ناس مسلحة كتير. فالشرطة راقبت الوضع واكتشفوا إن الرجالة دول تبع إليت شابو، وفضلوا مراقبين البيت ده لفترة لحد ما في يوم عرفوا إن إليت شابو بنفسه رايح البيت ده. ويوم 8 يناير سنة 2016 الشرطة راحت البيت ده واقتحمته، لكن إليت شابو قدر إنه يهرب من نفق برضه. لما خرج من النفق ثبت مواطن كان سايق عربيته واخد العربيه، لكن في وقتها على طول المواطن ده بلغ الشرطه وقدروا انهم يمسكوا إليت شابو. وكعاده إليت شابو حاول انه يديهم فلوس ويخرج، لكنهم رفضوا واتحط في نفس السجن اللي هو كان فيه وهرب. وبرضه رجالته كانوا هيعملوا نفق من تاني لكن ما لحقوش، لان المره دي الحكومه قررت انها تنجز وتبعت للسلطات الامريكيه طلب نقل لإليت شابو. ولما إليت شابو عرف كده امر بقتل القاضي اللي بيخلص الاجراءات بتاعه نقله، وفعلا ده اللي حصل في اكتوبر سنه 2016. وقعد سنة كاملة تقريبا مسجون في المكسيك، وكان كل فترة بيتنقل من زنزانة للتانية عشان يمنعوا انه يهرب زي أول مرة، لحد ما في 2019 اترحل لأمريكا، وهناك اتحاكم واتحكم عليه بالسجن المؤبد عشان كل الجرائم اللي عملها طول حياته. ومن وقتها وإلى الآن مقضي الحكم بتاعه في زنزانة انفرادية في واحد من أكتر السجون حراسة في ولاية كولورادو الأمريكية. ومن ساعتها وهو مش عارف يتواصل مع أي حد من رجالته ومش قادر يهرب. فيا ترى إليت شابو هيقدر يهرب من السجن للمرة الثالثة والمرة دي بطريقة أذكى من أول مرتين؟ دي حاجة ما نعرفهاش، والأيام هي اللي هتكشفها لنا. حابة أسمع رأيكم في الكومنتات، هل يا ترى إليت شابو هيقدر يهرب المرة دي ولا لأ؟ وبس كده، لو حابين نتكلم عن قصة معينة اكتبوها لي في الكومنتات وإن شاء الله هعملها الفيديوهات الجاية. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وشير الفيديو مع أصحابكم اللي ممكن يحبوا المحتوى ده، واستنوني الفيديو الجاي مع قصة جديدة. سلام.